السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفة أمل قنطري. غنقدم لكم في هذا الفيديو طريقة تحضير رغايف أو مسمن بحشوة ديال بسطيلة ديال الحوت. هاد الحشوة كتجي لذيذة بزاف بزاف. حتى مع العجين ديال الرغايف جات رائعة. يمكن لكم اذا ما بغيتوش تعملوا عجينة ديال الرغايف تعملوا الورقة ديال بسطيلة، يعني تعملوهم بريوات بسطيلات صغار او لا بسطيلة كبيرة. طريقة التحضير ديالها سهلة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. ما نطولش عليكم، نخليكم تشاهدوا الفيديو مشاهدة ممتعة. عندي هنا العجينه ديال الرغايف، العجينه ديال الرغايف اللي عاديه، اللي فيها غير الطحين بياض وشويه ديال الملحه والماء بارد باش كنجمعوها. كتدلك مزيان وكنعمل وكنخليوها ترتاح. من بعد كنخليوها ترتاح غير 1 ل5 دقائق. كنعملوهم كويرات وندهنوهم مزيان بالزيت ونخليهم يرتاحوا. من بعد ما نجهزوا الحشوه. المقادير غنحتاج عندي هنا سمك الميرلا، خديت غير الهبره ديالو. وعندي هنا الكالاماريس او الكالامار. تقدروا تضيفوا الكامرون اذا كان توفر، الهبره ديال اي نوع ديال الحوت بياض حتى هي. عندي الشعريه ديال الشينوا بكيه صغيره، عملتها في الماء سخون وقطعتها صغيره. وعندي فلفل احمر وحده كبيره مقطعه مكعبات، واثنين درس ديال الثومه يكونوا متوسطين ماشي صغارين، قطع ديال الزيتون اخضر، قطع ديال الفلفل، صلصه الصوجا، وشويه ديال القزبر والمعدنوس، والمعدنوس يكون بالزايد على القزبر، معلقه صغيره ديال الهريسه اللي سبق ونزلت لكم طريقه التحضير ديالها، وكذلك الفلفل الاسود، البابريكا غير شويه، الكمون، الملحه. في مقلاة على النار حطيت واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغنحط قطع ديال السمك. وغنعمل لهم شويه د الملحه باش الحوت كيرخي ديك الماء ديالو كيطيب غير فيه، وكذلك العصير ديال نصف ليمونه. ما طاب الكالامار والهبره ديال الحوت، دابا غنضيف الثومه. انا هنا ضفت الثومه. وواحد الحاجه اللي انا نسيت مع مزروبه، نسيت ما عملتهاش، الكالامار كنعملو هو الاول يطيب، ملي كيبدا يدخل فيه الطياب عاد كنضيفوا الهبره ديال الحوت. عملت الثومه وغنزيد الفلفله الحمراء، عملوا الحمراء او الصفراء، الاحسن ما تعملوش في هذه الوصفه الخضراء. غنضيف كذلك الفلفل والتوابل. غنخلي هذا الشيء يطيب واحد شويه، من بعد عاد غنضيف الشعريه الصينيه والزيتون الاخضر. وطبعا ما ننساش صلصه ديال الصوجا. غنضيف الزيتون والشعريه ديال الشينوا.
عندي هنا الكويره ديال الرغايف اللي خليت يرتاحوا والحشوه جاهزه. غنورق هاد الرغايف بالزيت والنشا. هو اللي كيخلي الرغايف يجيو هشاشين، حيت كما شفتوا ما عملت انا في العجينه كما قلت لكم ما عملت لا خميره د الحلوى ولا خميره ديال الخبز، غير العجين بالرغايف عادي. دابا غنحط الحشوه بحال هيدا وغنغلق. غنرش شويه د النشا، غير شويه ماشي نكتر بزاف، والزيت كذلك. وحده غنعملها من تحت على هذا الشكل، ونعملها في الصينيه د الفران. بعد ما شكلتهم قبل ما ندخلهم الفران غنتشكهم بحال هيدا باش ما يتنفخوش، وغندخلهم للفران باش يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغايف. كما شفتوا طريقه التحضير سهله وكيجيو لذاذ. نتمنى ان الوصفه تعجبكم. الى فيديو قادم باذن الله.